بس معانا مين؟ مروه؟ منار برضو ميم، انا ما غلطتش. يلا يا منار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. دلوقتي انا مخطوبه بقالي سنه ونص. مخطوبه؟ ايوه بقالي سنه ونص. اول ما اتفقنا احنا كنا متفقين على 3 سنين على اساس ان هو كان شغال شغل خاص. يعني محاسب في مكتب محاسبه صغير. ايوه وانتوا وافقتوا؟ احنا وافقنا. عشان حلو؟ لا عشان اخلاقه كويسه. طب ما هي دي الحلاوه. اما انا بقول عشان حلو يعني عينيه برتقاني ووشه بنفسجي، ما انا اقصد حلو يعني اخلاقه كويسه. بالظبط كده. وانتوا عرفتوا منين انه اخلاقه كويسه يا منار؟ بابا قعد معاه قعد معانا فطلعت اخلاقه كويسه. يعني ادانا له ورقه وقلم؟ لا وغير كده هو كان زي يا بنوته يا بنوته، يعني ادانا له ورقه وقلم وعملنا له امتحان في الاخلاق فجاوب صح. بالظبط كده. بجد والله؟ ده الاخلاق كويسه يا منار لازم نكون عاشرناه. هو كان زميل صاحبتي وصاحبتي كانت عارفاه. صاحبتك مش كفايه؟ يلا كملي القصه. طيب المهم بعد كده ربنا سهله بعد ما اتخطبنا بحوالي شهر واشتغل شغل حكومي واتثبت. يعني انت وش خير؟ الحمد لله. ممكن. الحمد لله. بس بعد كده احنا بابا كان متفق ان هو هيساعده. احنا كنا متفقين على 3 سنين دول على اساس ان هو لسه ما فيش شغل ثابت او كده، فكان هيبقى وضعه برضه يعني قلنا هيبقى صعب ونصبر ونستنى، خصوصا ان هو نصبر يعني. يا حبيبتي. بس بعد كده بابا قال يعني سنة مثلا كده وهيبيع عندهم أرض في البلد. الأرض دي يعني عدى سنة وكده وما فيش أي حاجة وما عرفوش يبيعوها، والأرض دي كمان عليها ميراث. يا حبيبتي. فدلوقتي يعني أنا بقول له مثلا اقترحت عليه ان احنا نعمل قرض وكده على اساس ان هو يسهل لنا الموضوع شويه. هو دخل في جمعيه بس الجمعيه دي مبلغها صغير جدا. على رايك لا نعمل قرضين. نعمل قرضين علشان تبقى حياتنا هبابين. يعني حرام؟ طبعا ده مش حرام، هي حياه غلط يا بنتي. يا حبيبتي اسمعيني وكل المشاهدين يسمعوني. اروح اشرب شاي واخطب عيله وانا عندي شقه ولسه هفكر ابيع ارض عندي في البلد وابيع امي في الشارع اللي وراه؟ ده تهريج وقله ادب. مفيش بني ادم يدخل بيت بني ادمين الا وبيته جاهز